السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ حبيت كده انزل كام مسألة بروبلم سولفينج، يعني بالمرة انا راجع معاكم ونحل كده بطريقة ايه كويسة. كام مسألة؟ حوالي 4 مسائل او كده يعني. تمام، فهنبدأ بأول مسألة. ده على كود مورس. قال لك المسألة الأولى بروبلم سولفينج. قال لك write a function which converts the input string to uppercase، يعني حول حاجات او السترنج اللي داخل لك لحروف الكابيتال اللي احنا عارفينها. تمام، فاحنا هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نقول له ان احنا عاوزين بس الاول فور لوب. تمام، ادي الفور لوب اهو، والاي اصغر من الاس تي ار اللي دخل دوت سايز او لينس مش هتفرق، واي بلس بلس. طيب بعد كده احنا عاوزين متغير نحفظ فيه القيم الجديدة. ماشي، عشان نبسط على نفسنا يعني. فهنقول له string وليكن ريز. ماشي، وهنديه حاجة empty او هنديه قيمة empty عشان يزود على طول ونريح بالنا. فهنيجي نقول له ريز بلس ايكوال. بلس ايكوال ايه بقى؟ يعني زود لي الحروف دي بس حولها لي الابر بكل بساطه. فتقول له to upper، وهتعمل هنا ال str index. كده الريزولت جاهزه. تمام، وهنيجي نقول له رجع لي الريزولت. تمام، احنا ناسيين حاجه هنا. std كده تمام زي الفل. ماشي، تست يا باشا زي الفل. عشان نعمل submit. وده حل الناس التانيين اهو. اتفرج على الحوار برضه. واحد عامل اف والس. هو ايه ده؟ ليه يعني يا عم؟ ايه ده؟ ده حاطط كل الحروف كلها. سبحان الله. بس ده كده تقريبا بيعمل امبلمنتيشن للفانكشن دي بدل ما هو يستخدم الايه، الحاجات الجاهزه يعني شيء كويس برضه. طيب تعالى كده نكمل. طيب نخش في السؤال اللي بعديه، وهو ده بيقول لك this kata is about multiplying a given number by 8 if it's an even number and by 9 otherwise. فتعالى كده نشوف. قال لك لو هو رقم زوجي اضربه في 8، لو هو رقم فردي او اي حاجة تانية اضربه في 9. تمام، بكل بساطة هنيجي هنا. بالمناسبة صح، لو انت عطلان تمام اكيد هنا مش مكان للتجربة. تمام، او الحل هنا، البيئة هنا مش مكان انك تجرب فيه. فانت ممكن تفتح فيجوال ستوديو كود زي ما انا حل هنا اهو، وتجرب عليه زي ما انت ما عاوز. تمام، طيب احنا عاوزين نعمل سيمبل مالتيبليكيشن، فاحنا هناخد نقول له حابب تستخدم الاف اللي هي شورت هاند مفيش مشكلة، تستخدم الاف العادية مفيش مشكلة برضه. هنقول له اف A دولايس 2 ايكوال 0. تمام، نقول له return A في 8 else return A في 9 test. زي الفل. حابب تستخدم الاف اللي هي الشورت هاند مفيش مشكلة. return A دولايس 2 ايكوال 0، علامة الاستفهام بتاعتنا.
true or false. لو true رجع لي ال A في 8. لو هو false رجع لي ال A في 9. شكرا ليك. تمام، هنخش في المسألة الثانية أو الثالثة تقريبا. تمام. طيب قال لك إيه؟ قال لك عاوزك هديك عدد السنين، تمام، وترجع لي احنا في انهي قرن او القرن الكام. تمام. فتوكلنا على الله. قال لك مثلا، قال لك في الانبوت هنا لو اديتك 1705 هتديني القرن 18، اديتك 1900 هتديني القرن 19. طب لو اديتك 1901 يبقى انت هتديني ان احنا في القرن ال20. تمام. زي مثلا لو هنا اديتك 1600 هيديك 17. اسف، هيديك 16. طب لو اديتك 1601 هيديك القرن ال17 طالما خلصنا القرن القديم ودخلنا في قرن جديد. طيب تقدر تحلها عن طريق الماس فانكشن وتقدر تحلها عن طريق اللي هو الاف كونديشن عادي جدا. طيب تعالى اولا نحلها بطريقه الاف كونديشن. فهنيجي هنا هنعمل اف وهنقول له لو هي قبلت القسمه. صحيح، ركز كده، خلي بالك احنا لو عملنا 1900 على 100 هيديك 19 وهكذا، افضل ماشي. تمام. فلو هو ادانا مثلا، هو مسميها ايه؟ لو ادانا يير وقبلت القسمه على 100 وما تبقاش حاجه، هي دي الكلمه اللي انا بقولها اهو. تمام. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتريتيرن اليير زي ما هي. اسف، هتريتيرن اليير مقسومه على 100. يير على 100. طيب else، يعني else ده، عارف يعني ايه else ده؟ يعني لو عكس كده هتقولي لا، هريتيرن اليير على 100. خلصت؟ زود 1 بس كده. اعمل تيستك يا باشا. طيب دي طريقة الاف كونديشن. ممكن نشوف الطريقة الثانية اللي هي السيل ريتيرن. هتقول لي الماس فانكشن اللي هي الايه؟ اللي هي السيل. فاقول لك هتعمل هاشتاج include cmass. تمام. دي اسمها ماس فانكشن. وهتيجي هنا هتقول له سيل. طيب يعني ايه سيل؟ السيل دي هي التقريب للاكبر. احنا عاوزين لو هو كان هيطلع لي، خلي بالك تعالى كده بص، انا عاملها هنا اهو. لو هو كان هيطلع لي، لو شيل السيل دي من هنا اهو، ماشي، خلي دي انتجر. بص يا نجم ركز معايا، لا خليها في سوري، ركز معايا. لو احنا عملنا 1705 على 100 هيطلع لنا كام؟ 1705. طيب 17 و5 من 100 او 5 من 10. طيب احنا عاوزين نقربه لاقرب عدد صحيح. هتقولي طب دي هنعملها ازاي؟ اقول لك احنا هنحط السيل. تمام. فبقى 18. طيب دلوقتي في مشكله هناك احنا مش واخدين بالنا منها. ايه المشكله دي؟ المشكله دي ان احنا هنا الرقم انتجر. تمام. الرقم هنا انتجر، ودي طبعا مشكله. احنا عاوزين نخلي الرقم، عاوزين نخليه فلوت. فاحنا هنعمل ايه؟ هنيجي هنا سيد وهنعمل كده اهو، سوري، هنعمل فلوت او دبل مفيش مشكله. تمام. وهنعمل هنا نكتب جواه year مقسوم على 100. تعمل كده بس. اعمل تيستك يا باشا زي الفل. paste and thank you. تقريبا ده السؤال الرابع. قال لك هنا ايه؟ قال لك create a function that check if a number n is divisible by two numbers x and y or m. بس ماشي. قال لك ايه؟ قال لك شوف لو النمبر ده
قبل القسمة على الاكس والواي، قبل القسمة هترجع لي ترو، قبل القسمة على الاكس والواي لا هترجع لي فولس، وكذلك مع ان لو قبل لو ما قبلش القسمة على الاكس وقبل القسمة على الواي برضه هترجع لي اللي هو فولس. لازم يقبل القسمة على الاثنين. تمام. فتعال نشوف مثلا، قال لك اهو 3 3 4، ف3 على 3 فيها الواحد يعني قبل، 3 على 4 فيها كسور يعني ما قبلش فيبقى فولس. طب دي حلها سهل جدا، هنعمل اف وهنعمل ان مودولايز اكس ايكوال 0. حلو حلو. وقال لك ممكن تعمل بقى مثلا حركه حلوه جدا اهو، وهتشيل دي وتحط الواي، وهتيجي هنا هتقول له return true، عشان خلي بالك عشان هي اصلا بوليان يعني، فاهم؟ طيب else false. بكل بساطه تستك يا باشا، وبس كده. تعال نبص على حل الناس. تمبت سبميت، نفس الكلام اهو، نفس الحل اهو. في حل تاني كويس برضو، ده شورت هاند اف عادي، شايف؟ حلول كلها لطيفة جميلة. تمام. حلو أوي. وبس كده بإذن الله ينزل كده يوميا حل البروبلم سولفينج على صفحتي على الفيس وعلى اليوتيوب وعلى الكلام الجميل ده كله. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.